السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات على الحج. اليوم إن شاء الله حنعمل مع بعض صوص الرانش. صوص الرانش بيمشي مع المقالي، مع الخضار، مع الوجبات السريعة، يعني وين ما بتحطيه بيمشي. سهل جدا وطيب جدا تغميس، يكون دب كمان مع البسكوتات زي ما انتو شايفين، تحفة. نبدأ بسم الله. بحتاج له مايونيز، وبدي لبن شمينة أو لبن عالي الدسم أو سوار كريم، أو ممكن تضيفي كمان معاه لبن زبادي. بدي بصل أخضر، وبدي بقدونس، توم، مستردة، نعناع مجفف، روزماري أخضر مقطع، وعصير ليمون. بدي أضيف على المايونيز المستردة، وأضيف اللبن والتوم، الروزماري والنعناع المجفف، عصير الليمون والبقدونس والبصل، أرش ملح وبخلط. وهيك جهز الصوص. بس مهم جدا اني اتركه بالثلاجة من 3 ل 4 ساعات على الاقل قبل ما اقدمه، وهيك لما اقدمه. جربوه، رائع جدا. شكرا جدا لمتابعتكم، حياكم الله.